متابعينا الكرام، السلام عليكم. خبر عاجل: اليوم البوليس استدعوا قاضي التحقيق باش يحققوا معاه. قاضي التحقيق اللي هو خدمته كيحقق مع المتهمين صدق حتى هو متهم وحقوا معاه. الفقيه اللي كنتسناو بركته دخل الجامع ببلغته. وقبل ما ندخل في التفاصيل، وكما كتعرفوا بعد ما تفضح جواد الرجواني ناض عليه ضجه في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي باللي كيحوم وكيناور وكيتلاعب بالتحقيق، بوليس التحقيق تحركوا حقوا معاه واستمعوا ليه واستمعوا لشهادات بعض الموظفين بالمحكمه الابتدائيه. مجرد البوليس استمعوا لهاد الموظفين المساعدين في المحكمه، مشاو ديريكت لعند قاضي التحقيق اللي كان حكم على دنيا اول مره وحقوا معاه حتى هو. وخصوصا ان هذا قاضي التحقيق هو اللي حكم على دنيا واعطاها الباسبور وسمح لها باش تخرج وتغادر البلاد، الا ان وكيل الملك وقف ضد هذا الحكم ديالو وقال لهم ما خاصهاش تسمحوا لها بالسفر، حيت الا سافرات تقدر تبقى في البحرين وما ترجعش. الدنيا باطمه متورطه والتهمه ثابته عليها. قاضي التحقيق بقى متمسك بان دنيا باطمه مادام خلصت الكفاله عندها الحق تسافر، ولكن وكيل الملك ما عجبوش هذا الحكم. اش دار وكيل الملك؟ جمع مجلس المشوره وقنعهم باش ما يسمحوش لدنيا باطمه باش تخرج البلاد حتى يتصدر الحكم النهائي. ومن ثم ولات عداوه ما بين وكيل الملك وقاضي التحقيق، حيت هذا الشيء اللي دار وكيل الملك ما عجبش قاضي التحقيق، اعتبره ضده وضد القرار ديالو. وخصوصا اذا كان هذا قاضي التحقيق شاد رشوه. وكما كتعرفوا المعلومات اللي تسربات بان دنيا باطمه عاطيه 200 مليون رشوه من تحت الطاوله، لاش؟ باش يخرجوها من هذه القضيه. واذا كان قاضي التحقيق هو اللي شاد مع الدنيا هذه الرشوه ديال 200 مليون وما عارف هو القانون مزيان ومطلع على القضيه من الالف حتى الياء، وربما لقى احسن حل واحسن مخرج لدنيا باطمه باش تفك من هذه القضيه هو يخرجها خارج البلاد. وداك الشيء علاش في الحكم حكم عليها بكفاله مع السماح لها بالسفر. حكم بالكفاله باش ما يعيقش امام الاعلام والمتابعين ديال القضيه ويقولوا ها الحكم حكم عليها مبلغ كبير 40 مليون هي واختها، ولكن في نفس الوقت عطاها الباسبور وسمح لها بالسفر كاحسن مخرج لدنيا باطمه باش تهرب وتخرج من هذه القضيه. كانت هذه الخطه الاولى، والهدف هو ان دنيا خاصها تهرب وتخوي البلاد. علاش؟ حيت دنيا ندمات وغلطات غلطه العمر ملي كانت في البحرين بعيده عن المحاكمات والتجرجير في المحكمه والتحقيقات، وعماها ربي ودخلت بخاطرها وبرجليها للمغرب. السبب علاش دخلت للمغرب هو ملي داروا مع ذاك اللقاء الاعلامي في الخليج، نكرات باللي جاتها استدعاء من عند البوليس وقالت بالله هي ما عندها حتى علاقه، والبوليس ما عمرهم قالت لهم ما عمرهم ما استدعوا وباش تبرهن لهم على الهضره دخلت للمغرب. ولكن وقعت لها مفاجاه كبيره وصدمه، هي انها ملي مشات للمطار باش تعاود تسافر البحرين حبسوها في المطار ومنعوها من السفر. وكانت هذه هي الضربه القاضيه، حيت الدنيا بالغباء ديالها كانت في البحرين وجات برجليها حتى المغرب. دخلها الغرور وبغات تبان بان ما كتخافش، بان عندها المال وعندها الاوسمه الملكيه، وقالت ما يمكنش غادي يحبسوني، غادي ندخل المغرب ومن بعد غادي نعقب نخرج من المغرب ونقول لهم ها انا دخلت المغرب وخرجت، ما حبسوني ما اعتقلوني ما حتى حاجه. ولكن الصدمه الكبيره هي ان دنيا باطمه ملي مشات وحبسوها في الديوانه كانت هذه اكبر صدمه واكبر ضربه كتلقاها، وحيحات عليهم في الديوانه وبالفقصه ركبها انهيار عصبي. وديال الديوانه قالوا لها بلا ما تبقاي تغوتي علينا ما عندنا ما نديروا لك، حيت حنا غير مامورين وجاتنا تعليمات باش نمنعوك من السفر. سيري للمحكمه، الا عطوك اذن بالخروج من البلاد جي عندنا ونخليوك تسافري. دنيا باطمه ندمات اكبر ندمه في حياتها وقالت اجداني ندخل المغرب، حيت كون بقات في البحرين ما يلقاوش كيديروا يوصلوا لها، واخا يقدموا مذكره اعتقال وترحيل ما يمكنش يرحلوها. علاش؟ حيت راجلها بحريني ووالده معاه، كيما السيموم البشير اللي قافز ومطور ملي شاف السفينه ديال عصابه حمزه منبيبي بدات كتغرق، نقص من السفينه قبل ما تغرق وهرب للميريكان ونجاب جلده قبل ما تصدر في حقه مذكره اعتقال. كون بقى سيمون بشير في المغرب كل يبالك دابا سيمون بشير شدوه وحتى هو دابا راه صبي حاصل ومبهدل في الحبس. ولكن دابا هو في الميريكان عايش حياته عادي بحال الا ما داير والو، ومتبع القضيه من بعيد عن المحاكمات والتجرجير في التحقيق والتكرفيس في المحاكم. وكلمه اخيره، فحد الفيديوهات السابقه على موضوع دنيا باطمه وحمزه منبيبي لقيت واحد السيده معلقه واحد تعليق كاتبه باركوا علينا من موضوع حمزه منبيبي، تكلموا لينا على مواضيع مهمه ديال الفساد ونهب المال العام.
الى اخره. وقبل ما نتكلم ونجاوبها، حيت فضلت عوض نجاوبها بتعليق، نجاوب في هذا الفيديو. قبل ما نجاوب واحد النقطه، انا كنرحب بجميع المتابعين وجميع اللي كيعلقوا في القناه، سواء اللي متفقين معايا في شي موضوع معين او حتى اللي كينتقدوا. نرحب بالجميع، سواء اللي كيبغيونا وحتى اللي كيكرهونا. وما عمري من نهار فتحت هذه القناه عمري ما سبيت شي حد ولا قمعت شي حد ولا انتقصت منه. بالعكس، شحال من واحد اللي كيقول شي كلام جارح ومع ذلك ما كنردش عليه بالمثل. وكنقول مره اخرى مرحبا بالجميع، مرحبا بالراي والراي الاخر. ونرجع مره اخرى لموضوع السيده المحترمه اللي قالت خليونا من موضوع دنيا وحمزه منبيبي وهضروا على مواضيع الفساد ونهب المال العام. الجواب على هذا الشيء اللي كدير عصابه حمزه منبيبي ماشي فساد، وعلى الابتزاز والتشهير والدعاره ماشي فساد. حتى موضوع حمزه راه مهم ولازم نهضروا عليه، حيت كيجمع جميع انواع الفساد والنصب والاحتيال والاجرام. هذا موضوع حمزه منبيبي بحال شي كره ديال الثلج، ما حدا كتزيد والكره كتكبر. كنا في قضيه بين جوج اطراف، الطرف الاول هم ضحايا اللي شكاو بان تعرضوا للتشهير والابتزاز والدعاره والاتجار بالبشر، والطرف الثاني افراد عصابه حتى ولات عندنا القضيه داخل فيها طرف ثالث هم القضاة الفاسدين. القضاة، القاضي اللي كينتظر ويحكم بالعدل وينصر المظلوم ويعاقب الظالمين، حتى ولاو بعض القاضين الفاسدين هم الظالمين. علاش ظالمين؟ حيت انهم امراض الانفس، باغيين ينصروا الظالم، واللي كينصر الظالم فهو ظالم. المشتكين والضحايا لجؤوا للقضاء باش ياخذ لهم حقهم ويحموهم من العصابه. ساعه بعض القضاة صدقوه حتى هما براسهم عصابه طماعه، غير طمعوهم فلوس صحيحه الملايين، بدوك الملايين تعموا لهم العانين، خانوا القسم وباعوا راسهم ودينهم وقيمهم من اجل هذا المال. ومادام السيده في التعليق بغاتنا نتكلموا على الفساد بصفه عامه في المغرب، نلبيو لها الرغبه ديالها ونتكلموا على الفساد بصفة عامة في المغرب. الفساد في المغرب بصفة عامة هو عبارة عن لغز، وبغيناكم متابعينا الكرام تخدموا معايا عقلكم، وبغينا إلا شي واحد فيكم يقدر يكتب لنا في التعليق ويعطينا الحل ديال هذا اللغز. اشنو هو اللغز؟ الملك في الخطابات ديالو اش كيقول؟ يجب محاربة الفاسدين. ورئيس الحكومة كيقول يجب محاربة الفاسدين، والحكومة كاملين ملي كيهضر أي واحد فيهم اش كيقول؟ يجب محاربة الفاسدين. والشعب كيقول يجب محاربة الفاسدين. إذا شكون هما هاد الفاسدين؟ اي واحد فيكم اللي فهم هاد اللغز يكتب لنا في التعليق شكون هما هاد الفاسدين. وهما كاملين اش كيقولوا؟ خاص تحسن الظروف ديال المواطن، تكون العداله الاجتماعيه، يتم استهداف الفئات الخاصه، النهوض بالاوضاع الاجتماعيه، رفع القدره الشرائيه للمواطن، خلق فرص الشغل، ازاله العراقيل، الاستثمار، تصحيح الاختلالات، تحسين اداء الاداره الى اخره. بالفعل هضره زوينه، ولكن الى تحقق غادي يولي المغرب زوين وكاع المواطنين المغاربه غادي يعيشوا العيش الكريم. ولكن المشكل حنا كل عام كنسمعوا هذا الكلام وكل مره كيزيد يتكرر عام على عام، ولكن الاوضاع على ارض الواقع كتبقى الامور كما هي وكتزيد تأزم. البطاله كتزاد عام على عام، كثرة الاحتجاجات، غلاء المعيشه، مشاكل في التعليم، مشاكل في الصحه، الرشوه، المحسوبيه الزبونيه، الاجرام والكريساج كيتزاد، الظلم، التهميش، اللي عنده لاباس عليه عايش العيش الكريم، واللي ما عندوش مسكين وما خدامش ما عايش وما كاينش اللي عقل عليه. الفقير كيتزاد فقر، والريوسه الكبار كتزاد الثروه ديالهم، والشعب صابر عام على عام، ولكن للصبر حدود. والدليل هو الاحتجاجات كتزاد، والسقف ديال المطالب كيتزاد، وكثرة الاصوات في المواقع ديال التواصل اللي ساخطين على الوضع. الناس صبروا حتى عياو، ولكن الا بقات الامور كما هي غادي ينفجر الوضع وتخرج الامور على السيطره. اذا فين كاين المشكل والخلل؟ وشنو هو الحل؟ المشكل اللي كيفراني البلاد ما كتزيدش لقدام وكيعرقل اي مخطط هو الفساد اللي متغلغل في جميع المؤسسات والقطاعات. الملك واخا يعيا ما يخطب، الوضع عمره ما يتغير، بحال كتقبل ما في الرمله. كاين اللي غادي يقول لك راه كل شيء كيهضر وكل مغاقوا عارفين، ولكن بغينا الحلول باش تنقذ البلاد قبل ما يفوت الفوت. هو خاص يتحارب الفساد عموديا ماشي افقيا، يعني من الفوق لتحت. يعني الا بغينا نغسلوا الدروج ونقيوهم كنبداو من الفوق لتحت. حنا راه عندنا الفساد في المغرب واحد المنظومه متكامله، الفاسدين شي كيكمل شي، وشي كيغطي على شي، وشي تيكالي على شي. مثلا نعطيكم كمثال، كتلقى واحد الجامعه ولا البلديه، الناس اللي خدامين في هذه الجامعه ولا البلديه كتلقاو مثلا ما خدامينش وكيشدوا رشوه، وكتلقى هذاك رئيس الجامعه ولا البلديه اللي غادي يضبطهم ويوقفهم على حدهم كتلقاه حتى هو فاسد وكيتلاعب بالمال العام. شكون اللي غادي يضبط هذاك رئيس الجامعه ولا البلديه؟
اللي غادي يضبطوا ويراقبوا مثلا هو العامل، والعامل اللي معيلو المالي كتلقى هذاك العامل حتى هو فاسد وكيتماشى معاهم ومصاحب معاهم على الفساد. وهذاك العامل حتى هو شكون اللي غادي يضبطوا ولا يقدر يحاكمه؟ مثلا الوكيل ولا رئيس القضاء. كتلقى هذاك رئيس القضاء عنده علاقه وطيده مع العمال وكيتضامن معاهم ومكالي عليهم، واي شكايه ضدهم كيلغيها وغادي يطالع هكاك بحال الا طالع الدروج، شي مغطي على شي وشي مكالي على شي. حتى مثلا في الصحه ولا في التعليم كتلقى استاذ ولا طبيب متهاون وفاسد ومفتش اللي فوق منهم كيعطيهم نقطه ممتازه. ولكن بغينا واحد النيه صادقه لمحاربه الفساد من الجذر ديالو. المشكل الناس اللي كيفتحوا الفساد ونهب المال العام في الحبس، اما المفسدين الكبار اللي كيضربوا الضربات الكبار عايشين كيما بغاو القضاء معاهم. المطلوب اللي مطلوب هو خاص توضع واحد الاستراتيجيه ومراقبه مستمره. خاص المسؤول اللي توكل ليه المسؤوليه محاربه الفساد، خاص هذاك اللي غادي يحارب الفساد تكون في واحد الشروط. من ضمن الشروط خاص يكون واحد الانسان صالح وصادق وكيحس بالمعاناه ديال المواطنين، عنده واحد الحرقه على بلاده وما كيخافش في الحق لو ما تلائم. يعني اللي حصل يوديك تتنقى هذه البلاد وتزيد لقدام. ونتمنى توصل الرساله ديالي، والسلام عليكم.